وهلأ من هاي الخبزة المسقسقة بناخد شقفة من الدجاج ونحط معها بطاطاية، وهي أطيب لقمة على كيفكم. والله فخامة يا جماعة، بينهدى للملوك هذا الدجاج اللي ساويناه اليوم. شوفوا ما شاء الله الصدر بياخد العقل، والله يا جماعة مثل الهليون على قد مو طري. الله يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل مع بعض اطيب دجاج مشوي بالفرن بطريقة سهلة ومميزة وعلى كيفكم. خليكم معي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. هلا هون حبايب قلبي عندي دجاجتين انا نقعتهم بالمي والخل والملح، صار لهم تقريبا شي 6 ساعات نقعتهم. بعد ما طلعهم من هاي المي حبايب قلبي بدي اعمل لهم خلطة تانية. هلا هون عندي ليمونة ونص انا قطعتهم بهذا الشكل، معلقة كبيرة من الفليفلة ومعلقة كبيرة من دبس البندورة ومعلقة كبيرة لبنة. اللبنة بتعطي طراوة وطعمة طيبة كتير للدجاج. وعندي نص كاسة شاي خل ابيض. والبهارات اللي هون عندي معلقة كبيرة من الكزبرة وعندي كم ورقة غار واربع اسنان من الثوم وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الابيض ومعلقة صغيرة من الزنجبيل ومعلقة صغيرة من الهيل وربع معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة ملح كبيرة. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. هلا بدي احط هاي البهارات كلياتها بمحضرة الطعام ونخلطهم كتير منيح. هلا بننزلهم كلياتهم بمحضرة الطعام. كمان بدي نزل باقي البهارات، واخر شي بدنا نضيف الخل. وهلا بدي اخلطهم كتير منيح. مثل مو شايفين حبايب قلبي خلطتهم كتير منيح لحتى صاروا ناعمين بهذا الشكل. الريحة بتغوب القلب يا جماعة. هلا بدي اقيم دجاجاتنا من المي وادهنهم بهي الخلطة يلي بتاخد العقل. وهلا بعد ما قمت الدجاجات من المي وصفيتهم كتير منيح من المي، طبعا انا غاسلتهم ومنظفتهم كتير منيح. هلا بدي ادهنهم بالتتبيلة اللي عملناها. طبعا بدنا ندهنهم كتير منيح من برا ومن جوا. حتى من الدجاجة من جوا نحاول نفوت التتبيلة لقلبها. شايفين كيف دهنتهم من برا ومن جوا وما خليت مكان من كل الأماكن. وهلا بعد ما تبلت الدجاج كتير منيح من برا ومن جوا، وهون قطعت بصلتين كبار بهذا الشكل، شايفين قطعتهم قروش. بحط عليهم معلقة كبيرة من السمان. بدي خلطهم كتير منيح مع بعض. وهلا بدي احشي نص بهاي الدجاجة ونص بهاي الدجاجة بصل، بدنا نحشيهم بقلب الدجاج. بيعطونا طعمة خرافية يا جماعة. شايفين كيف؟ هيك بدنا نعبيها بهذا الشكل. وهلا بدنا نتركهم منقوعين ليلة كاملة. هلا بنغطيهم كتير منيح وبنتركهم بالبراد لتاني يوم او اقل شي 6 ساعات. انا حطيت البصل بقلب الدجاج لانه بيعطينا طعمة بتاخد العقل وبيسحب كل الزنخة اللي بالدجاج. وهلا حبايب قلبي بعد ليلة كاملة انا طلعت الدجاج من البراد وبدي احطه بالفرن. طبعا حبايب قلبي اذا مو متوفرة عندكم الشواية والسيخ تبع الشوي يلي بالفرن فينا نشويهم بطريقة تانية هلا بتشوفوها معي. هلا قنينة ازاز مثل هاي، شايفين اي قنينة ازاز متوفرة عندكم بدنا نعبيها نص مي وننزل الفروج بقلبها. شايفين هلا انا حطيت القنينة وبدنا ننزل الدجاجة بقلبها. يعني ما في اسهل من هيك، شايفين بهذا الشكل. نفوت القنينة للاخر. شايفين هيك صارت جاهزة عنا اول دجاجة. شايفين كيف حطيت الدجاجة؟ ما في اسهل من هيك. وهلا بدي احط الدجاجة الثانية. شايفين كيف؟ هلا نزلت الدجاجة الثانية بهذا الشكل. ندهنهم كمان نرجع كتير منيح بالتتبيلة.
شوفوا لي على هالوقفة الملوكية ما شاء الله. شايفين على هالمنظر؟ هلأ بوشهم على الفرن. هلأ أنا حطيت بالصينية تقريبا كاسة مي كبيرة، وهلأ بدنا نحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. بدنا نشغل الفرن مع المروحة طبعا. وهلأ حطيتهم بالفرن، وكل نص ساعة بدنا نعمل دهنة للدجاج، يعني من دهنه سقيله. هلأ صار له تقريبا نص ساعة بالفرن. شايفين؟ هلأ من دهنه سقيله. هلأ كل شوي بس بهذا الشكل ندهنه مشان يضل مسقسق ومنغنغ. وهلأ بدنا نجهز الخبزة اللي بدنا نحط عليها الدجاج. ندهنها أول شي بالفليفلة حدة أو حلوة حسب رغبتكم، وكمان معلقة من التومية كمان بدنا ندهنهم فوق الفليفلة بهذا الشكل. واخر شي بنحط له رشة من دبس الرمان. هلا بندهنهم كتير منيح مع بعض. وهيك صاروا خبزاتنا جاهزين لنحط الدجاج عليهم. وهلا طلعوا دجاجاتنا الحلوين من الفرن ما شاء الله. شوفوا لي على هالمنظر اللي بياخد العقل، وهيك عم يشروا شر بهالدهن ولي على قلبي والله شي ناهي. هلا بشوفكن بمرحلة التقديم بإذن الله. بس شو رأيكم بهاي الخبزة؟ اعملكن غطا بهذا الدهن اللي نازل من الدجاج، هيك من دهنه سقيله ولي على قلبي. شوفوا لي على هالمنظر، شوفوا لي على هالمنظر اللي بياخد العقل ما شاء الله. هاي احلى صحن مايونيز وكاتشب وقصص وحكاية ويا سلام. والله يا جماعة اذا مو اطيب من المطاعم لا تقبلوا. وهلا بدي ورجيكم استواء الدجاج ما شاء الله. رايح نيفة يا جماعة. شايفين لحاله عم يقسم. شوفوا كيف فارت فرط. شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله. شايفين كيف دايب ذوبان يا جماعة. شوفوا اللحمة كيف دايبة ذوبان على قلبي والله شي بياخد العقل. شوفوا الصدر كيف مسقسق ومنغنغ، يعني مو ناشف، جوسي بياخد العقل. اتمنى كلياتكم تجربوا هالوصفة الطيبة وتعطوني رأيكم فيها. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم، تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير يا أحلى متابعين.